أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا جاء وعد الآخرة ليدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة محلقين رؤوسهم وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا وعد الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الإمام علي عليه السلام: يا مكثر العبر وقلة الاعتبار. قد وجدنا هؤلاء الشياطين الكبار وعربدتهم. سنضرب العراق وسنضرب إيران. لماذا لم تضربوا؟ تعرفون لماذا؟ لأن أكو ردع، وهذا الردع اشتغلت عليه الجمهورية الإسلامية. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ليضربوا إن كانوا رجال. بالعكس، إيران هي اللي تهدد. سنضرب الجزيرة الفلانية التي تبعد 4000 كيلو. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فارس الهيجاء بطل المشارق والمغارب حيدرة الكرار أسد الله الغالب علي بن أبي طالب غالب كل غالب، حين قال: يا مكثر العبر وقلة الاعتبار. السلام عليكم ورحمة الله.